إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إيش اللي كان مشكور؟ مرة ثانية، إيش اللي كان مشكور؟ إيش الفائدة؟ أنت اللي عليك أنك تسعى، النتيجة عند الله سبحانه وتعالى، فأنت اللي عليك أنك تسعى. مش فاكر حاجة ربي يا رب، انا مش فاكر حاجة خالص. انا كل ما اذاكر الكلام برضو مش فاكره وعمال انسى بطريقة مش طبيعية يا رب يا رب الامتحانات قربت والله يا رب، وانا ما عارف اعمل ايه يا رب يا رب يا رب، حلها من عندك يا رب، والله انا ما عارف اعمل ايه يا رب. كل ما اذاكر حاجة بنساها ولسه القديم عاوز اراجع عليه وعليه حاجات جديدة يا رب، والله مراكمها ومش عارف اذاكرها ازاي ولا اجيب لها وقت منين، وعندي يا رب مشاكل كتير قوي يا رب يا رب. والله انا تايه قوي يا رب، والله يا رب تايه الفترة دي وخلاص الامتحانات قربت وفاضل خلاص مفيش شهرين ونص على الامتحانات. يا رب حلها من عندك يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وشبيك لبيك حل مشكلة النسيان والتراكمات لكل طالب ثانوية عامة بين إيديك. ازيك يا صديقي؟ أنا عارف إن الدنيا جاية عليك في الوقت ده بشكل كبير جدا وبشكل مش طبيعي، وانت تايه ولا انت عارف تراجع القديم ولا تذاكر الجديد وتشوف التراكمات ولا تحل أسئلة علشان تتدرب على نماذج الأسئلة بتاعتك والامتحانات اللي انت داخل عليها وكده. اهدى وهقول لك على حل لكل المشاكل اللي انت بتعاني منها دي ان شاء الله. بس صلى على النبي كده واستهدى بالله، وان شاء الله اهم حاجة في كل العملية اللي انت فيها اديلك 10 شهور ديت نفسيتك، فاوعى تخسرها. يلا بينا. في البداية كده عايز اقول لك ان في مقولة بتقول اذا عرف السبب بطل العجب. فلو انا عرفت ايه هو السبب اللي بيخليني انسى او ايه هو السبب اللي عامل لي مشكلة النسيان، ببساطة شديدة هقدر احل المشكلة بدون اي معاناة اصلا يعني. طيب يا سيدي، ايه هو السبب اللي مخليني بنسى في الوقت ده يا عم حسام بدون اي، انا مش هنجم يعني، انا مش هنجم ومش هخترع حاجات، لان انا كنت في وقت من الاوقات كنت في مكان، فانا مريت بالتجربه وناس كتير مرت بالتجربه، وبرضه هيكون هو ده في الغالب نفس السبب ان شاء الله. بص يا سيدي، انت دلوقتي بتنسى ليه؟ لان انت اصلا وانت قاعد بتذاكر عينك مش على اللي تحت ايدك، انت عينك ودماغك وتفكيرك اللي شغله في ناس اللي شغل تفكيرها مثلا اللي هو فترة الامتحانات اللي جاية أنا همشي فيها إزاي، الفترة اللي جاية هعمل إيه، المناهج لسه ما خلصتش، ما حلتش أسئلة كتير، ما حلتش امتحانات، ما حلتش، ده أنا درجاتي في الدروس مش كويسة، ده. فاللي هو أصلا مشتت نفسه فمش قادر يركز في اللي تحت إيده. يعني مثلا أنا دلوقتي كده لو أنا بس كل تفكيري مثلا بذاكر باب مثلا معين دلوقتي في كتاب معين، حلو كلام، طب أنا بذاكر الباب ده هو، لو انا كل تركيزي في الباب ده بس، انا الباب ده مش هياخد مني مثلا ساعه ساعتين كحد اقصى، وهكون ذاكرته وحليت عليه، وهقول لك ازاي اصلا تتبع نظام مذاكره جديد في الفتره اللي جايه في نهايه الفيديو ده ان شاء الله، وهقول لك ازاي تراجع القديم برضه في نهايه الفيديو ان شاء الله. في الفيديو ده هديه، يعني الفيديو ده كده هديه طالعه من القلب كده لكل التايهين ولكل المحبطين ولكل اللي قربوا يرموا الفوطه. فايه، امسك نفسك عشان ان شاء الله الفيديو ده فيه حل يعني. تمام يا سيدي؟ فبص يا سيدي، انا دلوقتي كده بنسى علشان انا مش مركز، انا مش عارف اركز. انا لو بعرف اركز مش هنسى. طب انا اركز ازاي يا عم؟ ركز في اللي تحت ايدك بس. انا بذاكر باب كيمياء دلوقتي، انا خلاص انا ما عنديش اي حاجه في ثانويه عامه في ال3 ساعات اللي انا قاعدهم دول غير باب الكيمياء ده. افصل دماغي بقى عن اي حاجه تاني بره ثانويه عامه، افصل دماغي تاني بقى عن اي حاجه برضو جوه ثانويه عامه غير باب الكيمياء اللي تحت ايدي. فهمت؟ هي دي الفكره. فانا لو قدرت افصل واركز بشكل كلي وبشكل كامل على الباب او الجزئيه او الدرس اللي انا بذاكره او وحده الانجليزي اللي تحت ايديا، هعصرها حصر تمام، واقدر انتج فيها انتاجيه عاليه جدا، واقدر اركز فيها تركيز عالي جدا، وبالتالي مش هنسى بسهوله، والنسيان بالنسبه لي هيكون اتحل. دي نقطه تمام ببساطه شديده جدا وبدون اي تعقيدات وبدون اي حسابات وكده واقول لك اعمل وتسوي. لا، كل ما في الامر افصل دماغك، ركز في اللي تحت ايدك بس. ما تركز
لسه على شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 الامتحانات وانت مش عارف تركز في اللي تحت ايدك واحنا لسه في شهر 2. تمام؟ دي نقطه. طيب يا عم حسام راجع ازاي؟ هقول لك تجربتي في الحوار ده. في فتره من الفترات برضو زيك بالظبط المنهج متراكم عليه جديد، مش فاكر قديم ومش عارف اعمل ايه. خلاص جميل، اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قليل دائم خير من كثير منقطع. طيب يا سيدي انا هطبق المبدأ ده فين؟ في نظام المراجعة. حلو. همشي ازاي؟ هاخد كل يوم بس ساعتين مراجعة. تمام؟ انا كل يوم هعمل ساعتين مراجعة بس، مش عاوز اكتر من الساعتين دول. تمام؟ في الساعتين دول انا همسك مثلا كل اسبوع هعمل خطة مراجعة كده. انا في الاسبوع ده علي مراجعة مثلا 3 بيبان كيمياء، 3 ابواب في الكيمياء كده، انا هراجع 3 ابواب دول في الاسبوع ده. طيب يا سيدي انا همسك في بدايه يوم السبت اهو، انا عندي ساعتين في اليوم مراجعه، همسك اول ساعه انا بس هقرا الباب، انا مش هذاكره ومش هقعد احفظ ومش هقعد اسمع لنفسي بالكتابه والكلام ده، لا خالص. انا كل ما في الامر انا هقرا الباب قراءه سريعه، افتكر الافكار والعناصر الاساسيه والرئيسيه اللي في الباب وخلصت على كده. بعد كده الساعه ونص اللي باقيين مثلا العمليه بقى دي خدت نص ساعه، خدت ساعه الا ربع، تاخد زي ما تاخد. بعد كده تقوم رايح الوقت المتبقي من الساعتين حل اسئله. حلو جميل جدا. كده خلصنا الساعتين بتوعنا، ذاكرنا الباب مراجعه سريعه جدا وحلينا شويه اسئله مش هيكونوا كتار وانا عارف. طيب اعمل ايه تاني يوم؟ انا في تاني يوم عندي ساعتين برضو مراجعه، انا في الساعتين المراجعه دولت انا برضو هعمل حل اسئله على الباب اللي انا مذاكره امبارح. فاهم الفكره؟ حل اسئله على الباب اللي انا مذاكره امبارح. احد الطلبه وزمايلكم يعني كان اشتكاني من نقطه معينه، من نقطه مهمه. انا لما بحل اسئله بيبقى عندي اخطاء، فانا عشان اقعد اصحح الاخطاء دي مثلا من المدرس على اليوتيوب وكده واجيب الفيديو بتاعه واقعد اراجعه، ده بياخد مني وقت كبير جدا، وده بياخد مني وده في حد ذاته مشكله. فبالتالي هنضطر ان احنا في الاسبوع اللي احنا قلنا هنراجع فيه 3 بيبان هنراجع فيه بابين بس. تمام كده؟ انا عندي الاسبوع يا سيدي هقول 6 ايام، مش هقول 7 ايام. خلي اليوم الثاني لو انت عندك تراكمات كتير بتقدر تجتهد فيها في اليوم ده. فانا في ال6 ايام دولت انا مطالب مني بابين مثلا كيمياء، بابين فيزياء، بابين احياء، بابين جيولوجيا. قسمها زي ما تقسمها وشوف انت قوي في انهي ماده فخليها لورا شويه، وشوف انت ضعيف في انهي ماده فابدا اشتغل عليها من دلوقتي. حلو جميل. طيب نعيد تاني النظام علشان الناس ما تتوهش مننا. انا بقول دلوقتي كده هراجع بابين في الكيمياء في الاسبوع ده. حلو جميل. هبدا من يوم السبت، هحط ساعتين بس في اليوم، يبقى ساعتين السبت وساعتين الحد وساعتين الاثنين وهكذا الى نهايه الاسبوع ما عدا الجمعه، مش عايزين منه حاجه، مش عايزين منه مراجعه. حلو جميل. بدات الساعتين بتوع السبت، اول ساعه انا رجعت الباب بالنظر قراءه سريعه بس، مش عايز اكتر من كده. اروح على حل الاسئله، ابدا احل اسئله واللي اغلط فيه او اللي اقف عنده ارجع له. تمام؟ يعني انا عارف ان الحته دي في الجزئيه الفلانيه بس انا مش حافظها، يعني خلاص بقى جالك سؤال فيها روح احفظها. تمام؟ جالك سؤال فيها روح احفظها. لكن انا ده النقطه دي مهمه في ايه؟ مهمه في ان انا بدات احل اسئله، بدات اتدرب على نظام الاسئله اللي ممكن يجي لي، بدات اشغل دماغي في الاسئله. وخلي بالك مفيش حاجه بتثبت المعلومه قد حل الاسئله. مفيش حاجه بتثبت المعلومه قد حل الاسئله. فانت لو ما بتحلش اسئله وبتقعد تذاكر كده بالتسميع وبتاع، انت بتضيع وقت. مسامحني، انت بتضيع وقت وانت كده مش بنظام. تمام؟ فدي في اول نقطه. قرانا الباب قراءه سريعه، تاني ساعه حلينا فيها شويه اسئله ربما ما يكونوش كتار اصلا، حليت 5 اسئله ماشي، حليت 10 اسئله ماشي، اللي تحله حلو. تعالى تاني يوم، انا في تاني يوم معايا ساعتين تانيين برضه هحل فيهم اسئله على الباب اللي انا مذاكره امبارح. فكده حليت اسئله يعني الى حد ما كويسه، الى حد ما انا افتكرت الباب حليت عليه اسئله، رجعت الباب مراجعه مش 100% ولكن بنسبه 70-80%. جميل جدا، هو ده اللي انا عايزه. طب اليوم الثالث عندي كمان ساعتين، خد بقى الساعتين دولت راجع فيهم الاخطاء اللي انت ممكن تكون غلطتها في الباب ده. فاهم؟ هتجيب مثلا المدرس من على اليوتيوب وتسمع معاه حل الاسئله اللي انت ذاكرتها وحلتها، فانت نفسك مثلا اخطات في اخطاء معينه، اقعد بقى مع نفسك شوف انت ايه غلطت في ايه في الساعتين دول. كده انت خدت الباب خد منك 6 ساعات مراجعه. 6 ساعات مراجعه اعتقد دول كافيين جدا. وايه بقى الجميل ان هم يعني 6 ساعات في يوم واحد، يعني انا لو 6 ساعات في يوم واحد اليوم ضاع، مش عارف اعمل فيه اي حاجه ثانيه، لا هعرف اروح فيه دروس كويسه ولا هعرف اذاكر فيه مذاكره جديده عليا. لا انا ساعتين بس، يعني افصل من يومك كده ساعتين، يومك بقى 22 ساعه، قسمه بقى زي ما تقسمه بقى في الجديد مع النوم مع الدنيا وكده. فهمت الفكره؟ فدي كده كانت طريقه المراجعه بتاعتك. وايه هو سبب مشكله النسيان؟ اذا عرف السبب بطل العجب. بس يا سيدي
ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية جايه ان كان في العمر البقيه. ولو في اي مشاكل او اي حاجات بتعانوا منها اكتبوا في الكومنتات وان شاء الله نشوفها ونعمل عنها فيديوهات ونقول لكم على الحلول بتاعتها ان شاء الله. انا ما عنديش حل، اشوف اي حد من زمايلي مثلا عنده الحل وكده، وباذن الله ربنا يكرمكم وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه وتكونوا ان شاء الله زمايل واخوات كده في السنه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.